جميع الأديان نادت باحترام الوالدين، ولكن للأسف بضل في بهالعالم كله بضل في هيك ناس ما بيحترموا الوالدين ولا بيحفظوا هذه الآيات الكريمة. على كل حال القصة اللي معنا الآن بهذا المنطلق وبهذا الصدد بدنا نستقبل الأخ أحمد يوسف. أحمد أهلا وسهلا. كيفك أحمد؟ الحمد لله تمام. طمني عنك. الحمد لله. أحمد العمر 28 سنة. 28 سنة. كيف أمورك هلا حاليا؟ الحمد لله تمام. ماشي الحال؟ أحسن من الأول. مرتاح أحسن من الأول طبعا. الحمد لله. طبعا. أحمد عنده مشكلة مع والده وإجا على هالاستوديو حتى يعتذر من والده ويبص له إيده، وهو قايل بالرسالة يبص له إجره كمان. على كل حال أحمد للأسف من الشباب اللي يعني بقول أنا يمكن جنى عليهم الزمن أو الوقت. كان يشتغل بمحل تليفونات، محل موبايل، طلع فلوس إلى أن تعرف على جماعة من اللي بيسموهم جماعة السوق. أحمد مشي بطريق كان يعني صعب جدا، وحش جدا، أدمن، أصبح مدمنا بسبب هذه الرفقة اللي كانت حوله. كان يطلع فلوس، طبعا المدمن بيصرف فلوسه على المخدرات اللي بيشتريها، يطلع فلوس يصرف، بعدين فلوسه بالعمل ما عادت تكفيه، صار يطلب من والده، الوالد طبعا يعطيه، إلى أن اكتشف الوالد إنه أحمد عم بياخد الفلوس حتى ينفقها على شراء المخدرات. امتنع الوالد، ما عاد أعطاه فلوس. أحمد زعل، زعل كتير، تشارع مع أبوه، صار في نقاش حاد معه، بعدين تطاول على بيه، ضربه لأبوه. أنت فيك تضرب أبوك؟ ما شاء الله عليك. مش بوعي. مش بوعيك. فقد أعصابه، ضرب أبوه. إجا أحمد هلأ لحتى يصلح ذات البين مع بيه. القطيعة عمرها سنة تقريبا ما بيحكوا مع بعض. سنة. بيه زعل وغضبان منه كتير، ما بعرف إذا كان رح يتقبل هالمجابهة مع بعض. إنما خبرني كيف صارت هالحكاية، فصل لي إياها. الحكاية ابتدت من الأول خالص. أنا تعرفت على أصحابي قاعدين في منطقة شعبية في فيصل، تعرفت عليهم في الأول واحدة واحدة، ابتدوا يشربوا قدامي. اشرب معانا؟ قلت لهم لأ. قعدوا له بابا هيضربك، بابا هيجيب لك لبن، بابا مش عارف ايه، استفزاز بالكلام. طبعا انت عارف الشباب اليومين دول. اول مره شربت معاهم. شربت يعني دخنت؟ تاني مره دخنت شو؟ حشيش. تاني مره اشرب معانا، قلت لهم لا. تالت مره شربت، حسيت ان انا عمال اضحك وهرب واقول كلام خارج وعي خالص، فادتني جرأه زياده. تالت مره انا قعدت معاهم، بس كنت نفسي هم اللي يقولوا لي اشرب، فانا ايه خلاص بقى كان عندي اساس ان لا انا خلاص بقى كبرت وانا راجل، فلازم اشرب بقى ايه زي بقيه الشباب، زي ما هم بيقولوا لي ان هو ده الطبيعي. ابتديت بعد كده اشرب، بعد كده فلوسي ما بقتش تكفي، ابتديت اطلب فلوس زياده. بابا لاحظ، طب الفلوس دي بتوديها فين؟ ابتدى يسال عني، ابتدى يعرف ان انا ماشي مع ناس مش كويسين، فجاء قال لي لا انت لازم تمنع عن الناس دول. ابتديت اكذب عليه، انا ابتديت امنع عنهم. ابتدى هو يراقبني وابتدى يسال عني اصحابه والكلام دون، لحد ما عرف برضه ان انا لسه ما امتنعتش عنهم، منع عني الفلوس. طيب انا دلوقتي انا عاوز اشرب، واصحابي بعد ما كانوا بيدوني الاول ابتدوا بعد كده لا انت خلاص بقى بتشرب زينا زيك، لا لازم تشتري زينا، لازم تدفع فلوس. طب انا مش معايا فلوس، اجيب فلوس منين؟ ابتديت اقول له، ابتدى يمنع عني فلوس. ففي يوم من الايام خلاص بقى انا لازم اتعودت ان انا كل يوم اسهر معاهم. تروح فين؟ بروح الشغل، وانا ما بروح الشغل ولا بروح هنا ولا هنا. تركت الشغل بسبب ان انا اقعد معاهم. فجاء بعد كده ابتدى هو ما يدينيش فلوس، الشيطان وزني ان انا خلاص يا اما اضربه او امسك فيه بحيث ان هو ممكن يخاف او يديني، يا اما انا اسرق. فانا موضوع السرقه انا خفت منه. بعد ما اتخانقت انا وهو ابتدى ان هو يطردني من البيت. قلت له خلاص ماشي انا عايش حياتي وانا راجل وهشتغل. وانا سبت البيت؟ سبت البيت. طيب اشتغلت بس في كل شغل كنت بروحه كنت بفشل فيه بسبب الحاجه زي دي. وقفت الادمان ولا لسه؟ الحمد لله بقى لي سنه، اكتر من سنه دلوقتي السيجاره فاضيه ما بحطهاش ابدا خالص. شو خلاك تترك الحشيش وتدخن وتوقف التدخين؟ الحادثه اللي حصلت لي. بس الحادثه؟ حزنك
على اللي حصل مع اللي حصل مع ده. فانا لما حسيت بنفسي ان انا وحيد في وسط المستشفى مش لاقي اي حد، عامل زي اليتيم زي ما بيقولوا بالظبط، وهم سالوا عنك ولا حد فيهم، اتصلت بيهم جميعا، كل يقول اه جاي، محدش راضي يجي، لان اتصلت بيهم انا خارج من عندكم وانا شايف. ابوك عرف انك دخلت المستشفى؟ لا ما يعرفش. يمكن لو يعرف كان اجى على المستشفى. انا ما قدرتش ان انا اتصلت بيه. طيب انت هلا عايش وحدك؟ اه. هلا شو جاي تقول له الوالد؟ لا انا مستعد يعمل اللي هو عاوزه، بس مقابل ان هو يسامحني. بس مش عايز فلوس منه يعني؟ لا لا لا, لا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. امورك ماشي، مش جاي تطلب منه فلوس لا. ولا تطلب مساعده منه انه يسامحني، بس جاي تقول له يسامحك فقط. طبعا. نحن بعتنا جواب للوالد، خلينا نشوف. اهلا جورج، مشوارنا النهارده في فيصل وبالتحديد في ورشه عم يوسف عشان نسلمه دعوه حضور. صباح الخير. اهلا وسهلا. حضرتك عم يوسف؟ ايوه اتفضل. عم يوسف حضرتك عندك 60 سنة؟ نعم. عندك ولد وبنت؟ ايوه. حضرتك صاحب الورشة دي صح؟ ايوه صحيح. طب عم يوسف أنا مودي من برنامج جورج القرداحي ودي دعوة حضور. يا سلام، شكرا. العفو عم يوسف، قول لي حضرتك هتقبل الدعوة وهتحضر؟ لا خالص. إن شاء الله وإحنا في انتظارك. ماشي. جورج عم يوسف قبل دعوتك وإحنا في انتظاره إن شاء الله. شكرا عم يوسف، ماشي. شكرا، مع السلامة. شكرا. يا سلام، حلو يا سلام. الأخ يوسف صار موجود هون، هو بخارج الاستوديو. القصة وما فيها أنه ابنه أحمد إجا يطلب منه الصفح والسماح، لأنه أحمد لسوء الحظ دخل في مجال هيك في مسار مخدرات ورفاق سوء، بقى علموه على الطريق السيء والسلبي. ذات يوم تطاول على والده وترك البيت وعايش لوحده له سنة. بقى هلأ بعد هالسنة تعبان، تعبه قلبه، تعبه ضميره، جاي يعتذر من أبيه. هو بيقول انه ما ضربه ولكن دفعه يعني تطاول عليه، مد ايده عليه. على كل حال بدنا النادي الاخ يوسف، تفضل. اهلا وسهلا. اهلا عم يوسف، تفضل. عجبتني، يا سلام. الله يخليك. شو اهلا وسهلا فيك. الحمد لله. شرفتنا بهالزيارة. الله يخليك. ده انت وبقبول هالدعوة. ده انت نور. تسلم حبيبي، انتوا النور والله العظيم. انتوا النور، الله يخليك ويحفظك. طمني عنك، الصحة كويسة؟ 100. الأشغال منيحة؟ الحمد لله. كيف أمور الأسرة، العائلة؟ كلنا بخير الحمد لله. شو عندك أولاد ما شاء الله؟ عندي لميس وعندي أحمد ولميس. كبار صغار؟ أحمد 28 ولميس 10. أوف، فرق كبير. فرق كبير. وشو عم يعملوا بالحياة؟ الحمد لله. شاف الدنيا عاملة ازاي. الدنيا بايظة. الولد ما بعرفش عنه حاجة، بقاله سنة اهو. وما بتعرف عنه حاجة؟ لا ما بعرف عنه حاجة. ليه؟ تعرف مع جماعة مشروب وبتاع، أولاد سوء يعني. رفاق سوء. وعايز فلوس. أنا راجل بكسب. أنت شو عندك شغل؟ شو بتشتغل؟ أنا أصلا كنت بشتغل طبال مع الفنانين، بعزف إيقاع. فنان؟ فنان. أوه. اشتغلت 30 سنة طبال، فبطلت المهنة وعملت محل كاوتش وزيوت العربيات. نعم. وجبت عربية دبابة بقى ركبها واحد سواقه بيجيب. نعم. وماشي الأمور؟ ماشية. الحياة كويسة، عم تطلع فلوس. الحمد لله. هذا أهم شيء. أحسن من غيرنا بكتير. والصحة منيحة؟ 100. هذا أهم شيء. الحمد لله. تسأل عنه؟ سألت عنه؟ ما مش ببين خالص. والله. رفقة السوق يا سيدي، رفقة السوق هذه مصيبة بمجتمعاتنا.
الله. مجتمعاتنا بياخذوا هالشباب بيأثروا عليهم مجال مخدرات وقصص وكذا. ان شاء الله ما يكون بيتعاطى مخدرات. لا ان شاء الله رب. انت مش عارف عنه شيء. لا انا عايز ايه؟ انا عايز يبقى كويس. متخرج مع طبعا كل عايزك تبقى كويس، عايزك تبقى حلو قدام مني. كل اب. طب ما انا كان ممكن اعلمه مزيكا. انما عشان تعبت في المزيكا ولفيت، فانا عارف المزيكا شكلها ايه. نعم. المزيكا كلها اهي، كل الفنانين فين دلوقتي؟ نعم. كلها تعبانه. الله يساعد. صحيح صحيح صحيح. يعني شو علمته؟ شو تعلم هو؟ شو تعلم بالجامعه؟ دخل الجامعه؟ دخل مع التجاري. معه تجاري يعني كويس. يعني لو يجي يقف في المحل ويقعد كده على مكتب كده ويلاقي مصروفه كل يوم واللي هو عايزه كل يوم. انت مش طالب اكتر من بيتهم. كل يوم هيمسك فلوس كويسه. يا سيدي إليك بدي اقول لك شغله. قول. انت باين عليك انك انسان حبيب. الله يخليك الله يخليك. والحقيقه مش انا صاحب الدعوه. نعم. انا وسيط وساعي خير. مليون. انت في المليون. لا بس في يمكن اشياء اهم من المليون. يا رب يا رب. بتصور يا ما عند الله بالحياه في كل شيء امور موجود عند الله اكثر من المليون واهم من المليون. كل شيء موجود عند الله. فاذا الشخص اللي دعاك مش انا. بتحب تعرف مين؟ مين؟ طلع بهالشاشه. ايه ده؟ عرفته؟ تغير عليك؟ تغير؟ ضعفان، نصحان، سمنان، كويس. خاسس، شعراته خافين. لا كويس. صحته كويسة، مش كيف شايفه؟ لا كويس. 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 الله يبارك لك. أحمد. الله يبارك لك. أحمد. الله يبارك لك. أحمد بعد سنة، خليني أكمل لك الخبرية. مش عايز تسمعني؟ أسمعك. أحمد ولد مشى مع رفاق السوء. نعم. أثروا عليه. نحن أحيانا الأهل بنكون مسؤولين. طبعا. إذا ما راقبنا أولادنا بدري بنكون مسؤولين. بعت لك رسالة قبل ما نحكي. بعت لك رسالة تسمعها؟ زحوا لي شوي. بيقول لك والدي الحبيب يوسف. نعم. طوال عام كامل وأنا ألوم نفسي على ما فعلت معك، حين طاوعتني نفسي الأمارة بالسوء تحت تأثير المخدر اللعين حتى أتطاول عليك. طوال عام كامل وأنا أقول ماذا فعل لي أبي ليرى مني كل ما رآه، فلم أكن ذلك الابن الذي حلم به، ولم أجعلك تفخر في يوم تفخر بي، بل على العكس كنت سببا من أسباب متاعبك. وها أنا اليوم آتي إلى هنا لأعتذر لك وأتأسف على كل ما فعلت. أبي الحبيب، إلى الآن لا زلت أذكر كيف كنت تسافر لتأتي لي بعسل غير مغشوش يساعدني في العلاج من الالتهاب الكبدي. كما أذكر دائما طيبتك وأنك لم تبخل علي بأي شيء، وبدلا من أن أرد لك الجميل أهنتك. سامحني يا أبي، أرجوك سامحني، فقد تعلمت الدرس. وها أنا أطلب منك أن تغفر لي وأن أخرج من هنا، ولن أخرج من هنا إلا بعد أن أقبل يدك وقدميك، وبعد أن توافق على أن أعود إلى المنزل لأقضي ما تبقى من عمري تحت قدميك أنت وأمي، نادما على ما فات. سامحني والمسامح كريم. أبو أحمد، هذا البرنامج اسمه المسامح كريم، وهذا برنامج هدفه إصلاح ذات البين، مش بس بين الابن وبيه، بس
بين كتير من الناس عندهم مشاكل كبيرة واختلفوا، الحياة فرقت بيناتهم والظروف فرقت بيناتهم، وكلنا بشر. أنا بعرف إنه جرحك كبير، الأب بياخد على خاطره إذا كان حس إنه الولد عاق وما قدر التعب اللي تعبوا عليه، ولكن جاء بعد سنة نادم وجاي يقول لك تسامحني، وشعر بخطأه الفادح. بقى بده يحكي لك مباشرة، احكي له للوالد يا أحمد. جاي اقول لك سامحني، وانا مستعد لاي عقاب. بس كان هيك؟ غصب عني والله. هتبطل وأنا أوعدك إن تعمل أنا كده همشي. تاني؟ هتبطل تمشي كده تاني؟ اوعدك تنتبه للمحل، ان شاء الله تنتبه للقمة العيش. باذن الله. بلا تسمع منه أكتر، قل له، اسأله، اطلب منه شو بدك. تقعد في المحل، ما تروحش لا شمال ولا يمين. حاضر ها؟ حاضر خلاص؟ ان شاء الله. بص انا اللي جابني هنا والله العظيم لو ما نجم كبير ما كنت دخلت هنا. والله لو ما نجم كبير ما كنت دخلت هنا. بعرف انه اخذ على خاطرك وانت جرحك كبير، بس يبقى انه هذا ابنك الوحيد وما عندك غيره، والحمد لله انه ما تطور، ما مشي كتير بهالطريق، لانه هذا الطريق مهلك له، مهلك للاولاد. اولادنا اللي بيروحوا بالمخدرات وبهذا بتطور ما بعود يرجع، عارف كل حاجه عليه. بيموتوا. والله ما هو بص يا استاذ جورج، بتيجي تكلم واحد مش ما شايف، بيسمعك بالاول، مش شايف غير لما تكلم واحد انت شايفهم شايف. والوسط هذا 15 شايفه. سنه بشتغل عازف ايقاع، شايف. وانا عندي 15 سنه بشوف الدنيا فيها ايه، طبعاً. بشوف العالم طبعاً. شكلها طبعاً. ايه. طبعاً. بنخش حفلات ممكن نتهان، نعم. ممكن نخش حفلات نتباس. يعني انا شايف الدنيا فيها ايه وتعبان في الدنيا. المفروض يبقى لا ان شاء الله، ان شاء الله واقف راجل اخذ الدرس. معايا والله يوفقه. احنا عايزين ايه؟ طبعا ربنا يوفقه نشتغل مشان الاولاد طبعا. انما أنا لو خليته عازف ولا بتاع في ايه؟ كان نعم بقى انيل من كده. نعم بس الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله انه لعيونك. مش منك زعلان. لا لعيونك انت والله العظيم. والله العظيم لعيونك. هي مش انت. افضل من المليون هذه؟ دي افضل. الهديه مش افضل من ملايين الدنيا كلها. سامحته فاز. بسامحه. سامحه لاجل عيونك. لعيوني ولابنك والابن بس لاجل عيونك عشان طول انت عمرك. تسلم. نجم كبير تسلم وراجل عيونك معروف والله. وكفايه ادمك على الشاشه. تسلم وأخلاقك. تسلم. انت شرفتني. انت شرفتني، وانا اقوم باقل من الواجب الله يعني. يبارك لك. الله يوفقك. فلذلك اذا مسامحه قول له المسامح كريم، وهلا وبده يبص لك ايدك المسامح كبير يعني. انا بشكرك على محبتك. الاولاد بعدين بيقدروا. انا بقول انه الحمد لله انه منيح زي الفل، والحمد لله طلع منها. تعرف شبه مين؟ شبه عماد عبد الحليم. ايوه صحيح. والله. صحيح. الله يخلي لك. الله يخلي لك. يلا احضنوا بعض وبالسلامه ان شاء الله. واكيد الوالده حتفرح ان شاء الله. طبعا اكيد طبعا. شو اسمها اخته الصغيره؟ لميس كمان حتفرح فيه. يلا بترجعوا سوا ان شاء الله. الحمد لله. يلا السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.